السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم يا البنات راح نشوفوا مع بعض هذا الحلوى اللي بريستيج بزاف بزاف بزاف، جات بنينه يعني ناكد عليها. البنات ماشي ديما صابلي صابلي صابلي، على بالي بلي تحبوا كامل الصابلي، ما كانش اللي مش راح يدير في العيد هذا صابلي. ديجا درت لكم زوج انواع ومازلت نزيد ندير لكم. اليوم خلينا نشوفوا هذه الحلوى اللي جات بزاف هايله. نبداو بسم الله. هنا عندي 75 غرام سكر عادي، يعني حوالي 3 ملاعق كبار وشويه. حطيتهم في كاسرونه فوق النار وخليتهم حتى نتكرملوا على نار هاديه. البنات ضفت لهم 25 غرام تاع سكر عسل، حوالي ملعقه تاع اكل، ونخلط مع المكونات مع بعضهم. ثم هنا عندي راح نضيف 80 غرام من كريمه سائله، يعني اي نوع حبيتو، ماشي كاين نوع محدد. حوالي 5 ملاعق كبار ونصف، يعني نضيفوها غير بشويه ونحركو. البنات هذه بالنسبه للطبقه اللي تجي في الوسط، راح نبداو بها هي الاولى. هنا نكمل الكريمه نتاعي ونخلط جيدا. هنا البنات نضيف رشه نتاع ملح طبعا. وهنا بعد ما بدا يغلي رايحه نقيس درجه الحراره بالترمومتر، يعني حتى توصل درجه الحراره 117. نتوما شوفوا من يبدا يغلي احسبوا حوالي 5 دقائق. نزلوا على النار. البنات الخليط تاعي يكون متماسك، يعني نوعا ما متماسك. هنا عندي حوالي 100 غرام من المكسرات. انا صراحه هنا استعملت فقط كاوكاو، نتوما استعملوا اي نوع حبيتو. بالنسبه لصوص الكراميل تاعنا حاولوا البنات ما ديروهاش ثقيله فوق اللازم، يعني كون طيبوها فوق اللازم راح تجيكم شويه يابسه، يعني تكون مليح. اني كنت ديجا درتها لكم من قبل، هخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف اذا حبيتوا تزيدوا تشوفوها يعني افضل. بعد ما وجدت الطبقه تاعي رايحه نحط كميه صغيره، يعني حوالي ملعقه صغيره في، راح نستعمل هذا المول تاع السيليكون. نحط كميه ورايحه ندخلهم للفرن فقط 5 دقائق، يعني برك باش تحكم لي شكل تاع المول وتجيني لما نديمو ليها تكون متماسكه. هاي ليكم البنات. ندخلها للفرن ساخن 170 درجه مده 5 دقائق. هنا بعد ما طابت لي البنات هاي ليكم، شوفوا كيفاش حكمت شكل المول. راح نديمو ليها بكل سهوله، راح تديمو لها نورمال البنات، ما تخافوش يعني تبان لكم لصقت شويه بصح عادي. هنا البنات اذا طيبتوها فوق اللازم، يعني فوق النار، وحسيتوا انه جاتكم يابسه، تقدروا تضيفوا لها شويه تاع زبده، هكذا راح تكون حتجيكم طريه. حتى اذا درتوها في المول وديموليتوها وحسيتوها انه يبست بزاف، يعني ما تقدروش تاكلوها، عادي عاودوا ذوبوها وديروا لها ضيفوا لها شويه زبده وما تخليوهاش بزاف في النار، جوست ما تذوب وتزيدوا لها زبده. هنا الطبقه اللي تجي من فوق خلاص. عندنا 110 غرام نيستلي، ضفت لها 45 غرام تاع زبده، وعندي ملعقه مليانه مليح تاع جلوكوز. بالنسبه للنيستلي البنات انا خدمته في الدار، ما شريتوش واجد. وتبلي انا تبلي لي في الدار احسن، لانه يعطيك كميه مليحه وبثمن ارخص يعني. وانتي ديري واش تحبي. نحط المكونات تاعي كامل في كاسرونه فوق النار ونخلطهم حتى يذوبوا كل المكونات مع بعضهم. هكذا كما راكم تشوفوا البنات. النار بيان سور لازم تكون هاديه باش ما يتحرقلكش النسلي تاعك. هاوليك النسلي تاعي مع المكونات الاخرى راهم ذابوا. رايحه نبقى نخلط ونستمر في التحريك حتى نشوف الخليط تاعي بدا يعقد شويه. راح نضيف له 30 غرام شوكولا بيضاء ونستمر في التحريك البنات حتى تشوفوا الخليط نتاعكم بدا اللون تاعو شويه يتبدل، يعني كشغل بدا شويه يتكرمل ماشي بزاف، واصبح يعني ثقيل اكثر من قبل. حاوليكم البنات لازم يكون شويه ثقيل، ما يكونش ثقيل بزاف حتى يتبدل اللون تماما يولي مارون هكاك، راح يجيك الحلوى تاعك يابسه، وما يكونش يعني خفيف بزاف من بعد راح تجيك سايله. لازم يكون الخليط تاعي كما راكم تشوفوا البنات يبدا اللون تاعو شويه يتبدل، تحسوا به ثقال.
من بعد نهزوه من النار. نهاوليكم شوفوا البنات اللون تاعو كيفاش اصبح، يعني كشغل بدا شويه يتكرمل. هنا راح نستخدمه مباشره البنات في المول تاع السيليكون، ما خليش لانه راح يتماسك يجمد ومن بعد ما نقدرش نتحكم فيه. رايحه نحط حوالي ملعقه صغيره في المول تاع السيليكون نفسه اللي استخدمته في الطبقه الوسطانيه، رايحه نعاود نستخدمه الان. نحط كميه منه. حاولوا ما تكثروش بزاف، يعني الطبقه ما تكونش بزاف خشينه. هاد المقادير البنات انا درت كميه قليله، نتوما اذا حبيتوا اكثر ممكن تضاعفوا. يعني حوالي خرجت لي 15 حبه، 12 حتى ل 15 حبه، مانيش شافيه مليح. كما راكم تشوفوا حتى نكمل الكميه تاعي في كل المول تاعي. ما هكذا راني كملته. هنا راح ندخلهم للمجمد ونخليهم حتى يجمدوا تماما. هام لكم البنات هنا بعد ما جمدوا رايحه نعاود نرجع الطبقه اللي خدمتها بالمكسرات هاي هذه، ونحاول نضغط غير بشويه باش تلصق لي. هنا البنات حطوا الجهه المسطحه هي اللي يديروها من تحت هكذا، غير بشويه البنات باش ما تفسدوش الشكل تاع الطبقه الاولى، ونعاود نردهم كامل. هاد الحلوى راح تجي بزاف بزاف بنينه، يعني راح تجي فيها طبقه معلكه وطبقه مقرمشه بزاف بنينه. هنا بعد ما رديتهم كامل هنا عندي البنات غناش شوكولا. درت 50 غرام شوكولا نواغ او بالحليب اللي كيما حبيتو. ضفت لها 50 غرام من الكريمه السائله. طبعا الكريمه تكون سخونه والشوكولا تكون مقطعه رقيقه، ونخلطهم مع بعض حتى يذوبوا عادي، يعني كيما مولفين نديروا الغناش. ونحط طبقه ثاني حوالي ملعقه صغيره كيما راكم تشوفوا. نستعملها مباشره، يعني ما نخليهاش حتى تجمد. وهنا البنات عندي صابلي، يعني كنت وجدته من قبل. استعملوا اي وصفه تاع صابلي عادي مولفين ديروها. انا عندي صابلي بالكاكاو وصابلي بالفانيلا، يعني تقدروا تستعملوا اي نوع حبيتو. ونحط الحبات نتاع الصابلي تاعي كيما راكم تشوفوا. دخلتهم للمجمد وبعد ما تماسكوا مليح الطبقات نتاعي مع الصابلي. هاهم ليكم البنات بعد ما نديموا ليهم شوفوا الشكل كيفاش راح يجي. شكل بزاف هايل، يعني جات بزاف هايله هذه الحلوه وبزاف بزاف بنينه وماشي صعيبه، يعني سهله ما فيهاش بزاف خطوات. حتى المقادير تاعها يعني عاديه سهله بسيطه. ونغيروا شويه البنات من الحلوه اللي مالفين نديروها، نحطوا شويه حلوه في صينيه العيد تكون مختلفه. هنا رايحه نزين تزيين اختياري، ولكن انا هنا زينت بورقه الذهب. حطيت كميه فقط من النسلي يعني باش تلصق لي برك، وانتم ديروا واش بغيتوا. تقدروا تستغنوا على الخطوه هذه، اصلا الحلوه تاعي راهي باهيه يعني ماشي محتاجه تزيين، ولكن يعني خطوه اضافيه اذا حبيتوا. شوفوا كيفاش يجي. تقدروا كذلك ما ديروش هكذاك فقط هكذا، يعني تحطوا ورده وورقه ذهب، ورقه ذهبيه من فوق. وهاي ليكم الحلوه تاعنا راهي واجده خفيفه ظريفه سهله بزاف 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 بنينه البنات. جات بزاف بنينه صدقوني، ما تخيلوش شحال جات رايعه هايله في البنه، وكذلك الشكل تاعها بزاف راقي. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الحلوه تاع اليوم، ونشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. كما قلت لكم مازالوا جايين وصفات هايلين كيما اللي تحبوهم باذن الله. فقط البنات ما تنساوش جام وبارطاجيو لا فيديو هكا باش يوصل اكبر عدد من الناس. راح نقسموا حبه كيما العاده. شوفوا كيفاش راح تجي من داخل، تجي بزاف هايله. هذيك الطبقه اللي من فوق راح تكون تتعلق هاي لكم. مام الطبقه الثانيه تاع المكسرات الثانيه حتكون طريه مع الغناش والصابلي جات بزاف بنينه. شوفوا البنات كيفاش تجي. ما تنساوش جام بارطاج. نشوفكم في الوصفه الجايه والى اللقاء.